بص عندنا هنا كوتشينتين، اختار واحده. طب خليها معاك، خليها هنا. اخترت دي، خليها معاك، هنلعب بدي. عايزك تلمس اي كارت من الكوتشين، اي واحد. ده ماشي اوكي. حابب تغير؟ تمام. لا عادي، انا ممكن اشوفه يعني. ده تمام عادي، حطه مكانه. تمام. لو حابب تغير قول. لا مش هغير. طيب خلينا نقلبه كده. الاربعه اهو، حطه مكانه هنا. ودي كوتشينه اللي انت اخترتها. تمام. عارف الحاجه الغريبه اللي هنا ايه؟ ان انت كان ممكن تختار اي كارت تاني غير ده، بس انت اخترت ده. ليه؟ احنا لو مسكنا الكوتشينه وقلبنا كده هنلاقي كل الكروت مختلفه. كل الكروت اللي موجوده مختلفه. الصدفة بقى ان رغم ان كل الكروت مختلفة، الا ان الكارتين اللي انت اخترتهم في نفس المكان. ده الكارت اللي انت اخترته قصاده نفس الكارت التاني. لو الاغرب من كده ان احنا لو كملنا بقية الكوتشينة هنلاقي ان كل الكوتشينة كمان مختلفة. مفيش اي كروت متشابهة غير الكارت اللي انت اخترته كان قصاده كارت تاني شبهه بالظبط. بس كده، ويلا بينا نروح على الشرح. اوكي يا شباب، وخلونا قبل ما اروح على الشرح حابب اعرفكم ان انا اتوثقت في اول ابلكيشن في حياتي، وهو ابلكيشن كواي. هسيب لكم اللينك تحت في وصف الفيديو، وكمان في اول كومنت اللي حابب يعمل لي فولو. الابلكيشن ده ان شاء الله هينزل عليه فيديو كل يوم، هيبقى فيه حاجات مختلفه. هنقدم هناك خدع، مش هنقدم هناك شرح. ان شاء الله معظم الحلقات اللي هتتقدم هتبقى خدع بس. لو حابب تشوف حاجه مختلفه هسيب لك اللينك تحت في وصف الفيديو. تبقى حاجه جميله جدا ان انت تعملي فولو، لان عيب جدا ان احنا نبقى اكتر من 52 الف مشترك على اليوتيوب و5 اشخاص بس على كواي. فخليني اشوفك هناك، ويلا بينا نبتدي الشرح بتاعنا. كل اللي احنا محتاجين كوتشينتين، مش شرط من نوع معين، اي نوع متوفر عندك. هناخد اول كوتشينه ونشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. الكوتشينه اللي عندنا هنا كوتشينه عشوائيه جدا، مفيش فيها اي ترتيب. الكوتشينه التانية اللي عندنا هنا هي في الحقيقه نفس ترتيب الكوتشينه الاولى. يعني عندنا في الكوتشينة الأولى هنا 5، هنا 5، هنا 9، هنا 9، شايب 4 وهكذا. ترتيب الكوتشينة دي نفس ترتيب الكوتشينة دي أول مرحلة. طيب خلونا نشوف تاني مرحلة عندنا. كل اللي هنعمله إن احنا هناخد كوتشينة منهم، أي كوتشينة أنت تختارها، ودي الكوتشينة اللي احنا هنخليها في النهاية. هتاخد أول 3 كروت من تحت من هنا، كارت 2 3، وهتحطهم في النهاية من فوق كده. دي الكوتشينة اللي احنا هنخليها في النهاية، واللي هيطلع فيها كارت شبه الكارت اللي الشخص هيختاره. طيب بالطريقة دي علشان يبقى الكروت دي شبه الكروت دي، يبقى احنا محتاجين ننزل كارت من هنا. علشان نلاقي الكارت اللي شبيه بده هننزل 3 كروت من هنا. اول كارت عشوائي، تاني كارت عشوائي، تالت كارت عشوائي، ورابع كارت هيبقى الكارت الشبيه بده. ولو كملنا هنلاقي بقية الكروت كلها شبه بعض بالشكل ده. طيب دي اول حاجة كنتوا لازم تعرفوها. دلوقتي كل اللي هتعملوه ان انتوا هتاخدوا الكوتشينة دي هتحطوها في العلبة بتاعتها بالشكل ده، وهتاخدوا الكوتشينة التانية دي هتحطوها في العلبة برضو بتاعتها. كل اللي هتعملوه ان انتوا هتعرضوا للشخص كوتشينتين وتقولوا له قدامك كوتشينتين، اختار واحدة منهم، تختار دي او تختار دي. لو اختار الكوتشينة دي هتقولوا له اوكي خليها معاك او امسكها في ايدك هنحتاجها في النهاية. لو اختار الكوتشينة دي هتقولوا له اوكي اسحب اي كارت منها، ايا كان الاختيار اللي هو يختاره، فهتخلوه يسحب كارت من الكوتشينة دي. خلي الكوتشينة دي بتاعتنا على جنب دلوقتي. هناخد الكوتشينة دي وهنخليه يسحب كارت منها. فعلا هو هيسحب اي كارت من الكوتشينة او حتى يلمسه بس. فلنفترض انه لمس الكارت ده. طبعا واحنا بنوريه الكارت بالشكل ده هناخد 3 كروت كده.
3 كروت تاني تحت الكارت اللي هو سحبه واللي هو رقم 9. تمام. هنقول له ده الكارت اللي انت اخترته، وهنعرض قصاده الكوتشينه، هنرفع له الكوتشينه بالشكل ده. هنقول له ده الكارت اللي انت اخترته، هناخد ال3 كروت بتوعتنا دول اللي تحت الكارت ده، هناخدهم بالشكل ده كده كده. هما لسه حاليا تحت الكارت بتاعه. بعدين هنسحب الكارت اللي هو اختاره كده. ال3 كروت بتوعتنا اللي احنا سحبناهم بقيوا فوق الكارت بتاعه. هنقول له اوكي. دلوقتي انت اخترت الكارت ده، هنخليه بالمقلوب بالشكل ده في نفس المكان اللي انت اخترته، وهنحطهم هنا. وهناخد الكوتشينه دي، هنشوف يا ترى هنقدر نتوقع بالظبط الاختيار اللي انت اخترته ولا لا. هنبتدي ننزل الكروت، هتبقى فعلا كروت كلها مختلفة، كروت كلها مختلفة زي ما اتفقنا ان انت علشان توصل للكارت اللي انت عايزه محتاج تنزل 3 كروت. يعني الاختلاف ما بين الكوتشينة دي والكوتشينة دي مفيش حد هيلاحظ ابدا ان في ترتيب. هتبتدي تنزل الكروت وتقول له الكروت كلها ارقام مختلفة، مفيش كروت متشابهة خالص. تبتدي تنزل بالشكل ده اهو. واول ما توصل هنا هتقول له ده الكارت بتاعك اللي انت اخترته، في قصاده بالظبط كارت نفس الكارت اللي انت اخترته. حاجة مستحيل انها تحصل اصلا. ولو كملنا بقية الكوتشينة، خلي الكارتين هنا، لو كملنا بقية الكوتشينة هنلاقي كوتشينة برضو كلها ارقام مختلفة. خدعة بسيطة جدا بس تأثيرها قوي جدا. كل اللي انت محتاج تعمله هتجيب كوتشينة وتجيب كوتشينة تاني، هتعمل الاتنين بنفس الترتيب، هتاخد 3 كروت من تحت هتحطهم فوق، وبعدين وانت بتخلي الشخص يختار كارت من الكوتشينة بالشكل ده هتسحب 3 كروت تاني من هنا، 3 كروت هتحطهم كده اهو، وهتسحب الكارت ده كده هتقلبه. بس انت كده جاهز للخدعة. هتبتدي تنزل الكروت، هتكتشف في النهاية ان الكروت اللي هنا او الكارت الوحيد اللي هو قلبه مش هيبقى شبه الكارت اللي هو قلبه هنا، وبقية الكوتشينة هتبقى اوراق مختلفة. يا رب تكون الخدعة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير. اجمل 3 كومنتات ظهروا قدامكم على الشاشة، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام. الصدام مش لو اخذت الكرت الاحمر ده وحطيته في الكروت تمام بهذا الشكل، شايف؟ بعدين اخذ دي، ايش اخذ؟ هذه احطها هنا، شوف تمام كده. بنشوف ان الكروت تحولت كلها الى اللون الاحمر. صلي على النبي يعني. بحاول بس نظبطها صح. اخذت الكرت هذا بارادتك تمام. نسوي 1 2 3 بيرجع الكرت سليم. تأكد، شوفوا